السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم اسهل طريقة لعمل عيش الكايزر وعيش الفينو ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. يلا نشوف المقادير والطريقة. عندي كيلو دقيق منخول، كوبايتين لبن دافي، ممكن تبقى كوباية لبن دافي وكوباية مية دافية، وعندي ربع كوباية مية دافية للخميرة، ومعلقتين كبار خميرة، معلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 4 معالق كبار زيت، معلقتين كبار خل، عند رشة ملح. يلا نشوف ايه الطريقة. اول حاجة بعمل اختبار للخميرة. بجيب المية الدافية واحط فيها معلقتين الخميرة مع معلقتين السكر واقلبهم كويس، وده علشان اتأكد ان الخميرة كويسة وناجحة. وبعدين بسيبها على جنب لغاية ما احضر باقي المكونات. عندي الدقيق بنزل عليه برشة الملح ومعلقتين الخل و4 معالق زيت، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعدين اقلبهم كويس مع بعض. ما شاء الله، شوفوا الخميرة بعد ما رفعت بقت عاملة ازاي. بعدين ننزل بيها على باقي المكونات ونقلبهم كويس مع بعض. وبعدين ننزل باللبن بالتدريج، مش مرة واحدة. ننزل شوية صغيرة وبعدين نعجن، لو احتاجنا تاني ننزل شوية صغيرة برضو لغاية ما العجينة تلم معانا. بعدين نرش الرخامة برشة خفيفة من الدقيق وننزل بالعجينة، نفضل نعجن فيها لمدة 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وده السر اللي بيخلي الكايزر او الفينو او اي نوع معجنات طري معاكي وهش، ان انت تفضلي تعجني فيها لمدة 10 دقايق لغاية ما تلاقي ان العجينة بقت طرية في ايديكي وتحسها بتمط معاكي مش ناشفة. بعدين بحطها في الطبق وبغطيها بستريتش او اي كيس بلاستيك، وبعدين بحطها في مكان دافي تخمر لمدة ساعة. وده شكل العجينة بعد ساعة، بعد ما رفعت وخمرت. ما شاء الله، اللهم بارك، بقت تحفة وطرية ازاي وجميلة. هنقسمها لنصين، نص العيش الكايزر ونص العيش الفينو. عجينة الفينو هنبدأ نقطعها كور صغيرة ونكورها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بعدين نفردها بايدينا، نخلي السمك بتاعها صغير حوالي سنتي، وبعدين نلفها رول ونقفلها من الناحيتين المفتوحين. وبعدين نرصها في الصاج اللي احنا هنسوي فيه. وعجينة الكايزر هنبدأ نقطعها كور صغيرة بحجم البرتقانة البلدي، بعدين نكورها زي ما انتوا شايفين ونرصها في الصاج عادي من غير ما نبططها ولا اي حاجة عشان تبقى عالية. وكده خلصت العجينة اللي معايا، هسيبها تخمر لمرة تانية لمدة ساعة. ما شاء الله، اللهم بارك، شايفين الكايزر والفينو بعد ما خمروا مرة تانية لمدة ساعة. دلوقتي هدهن وشهم بمعلقتين من المية مع معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان.
علشان وشهم يبقى احمر وحلو. ممكن تحطي بدل المية لبن لو عندك، واحط على وشهم سمسم، وبعدين ادخلهم فرن البوتاجاز ويكون الفرن شغال قبلها بربع ساعة. ولما ادخلهم اهدي نار الفرن خالص لمدة 10 دقايق علشان يعلوا ويرفعوا. بعد كده اعلي النار واشغل الشواية. وده شكلهم بعد ما استووا ما شاء الله. شايفين الفينو هش وطري ازاي، مفتح وممرق من جوه ازاي، ما شاء الله. وعيش القيصر برضو هش وطري ومفتح ومورق. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.